صباح الشوامل، مساء الامتحانات العامة، أهلا بيكم في الامتحان العام التاني. الامتحان العام التاني امتحان بقى ايه؟ سو فانتاستيك، امتحان كده فانتاستيكو. خليكم معايا يلا كده بقى. عايزين ايه؟ حماس، عايزين شغل عالي. Agab will have spent dug in the desert to provide people's water. will يعني بئر مفرد، يبقى دي صفة. فاكرين الكومباوند adjective، الصفات المركبة لا تبدأ برقم، الصفة لا تجمع، الصفة لا تجمع، الصفة لا تجمع، يبقى بي. أيوة هو دي الكلام. Number 2، نجيب محفوظ was a pioneer in Gab Arabic literature. No article، دي ما تاخدش أي أداة. in Arabic literature على طول من غير ولا 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 ذا. Number 3، it's time we gave our lessons. It's time we. It's time. wish. would rather. فاعل ماضي بسيط أو ماضي تام لو في فاعل بعديها. هنا الراجل مش محرك، جاب لي ماضي بسيط ودي تعبر عن المضارع studied. Don't argue with him، ما تتجادلش معاه. with ما تاخدش for ده الشيء، with الشخص، with him. He will inform us of the new date. هو هيبلغنا بالتاريخ الجديد after he. after جايب بعدها جايب قبلها مستقبل، يبقى انا عايز بعديها يا مضارع بسيط يا مضارع تام. بس الاول المضارع البسيط، هو جايب له مضارع بسيط يبقى نوز. Number 6، you will find the gap that you need on the top shelf. all that، لو استعملت ذات باخد من التعبيرات all اللي بتيجي معاه. all that you need. all لا، neither لا، either لا، كل ما تحتاجه. 7، Gap cars are cheaper than new ones. انا عايز السيارات المستعملة. يوز دي هنا صفة adjective بمعنى مستعملة. 8، the police say just now. لسه قال دلوقتي just now يبقى مشعلة. that the windows before the thieves went. إذا وجد أساسا روابط زمنية نعلى بزمن الجملة، عندك بيفور في النص وجاب قبلها ماضي بسيط، يبقى أنا أختار ماضي تام. قبلها ومعلتش مش بيفور بيجي قبلها حدث أول ماضي تام بعدها ماضي بسيط حدث تاني. طيب ان the windows had been broken والحدث الاول لازم يكون باسف. طبعا لازم يكون باسف. كسر قبل الحرامي ما يدخل المبنى، يبقى had been broken. ومعلتش لا معلتش عشان الرابط موجود ماضي بسيط قبليه، يبقى انا عايز ماضي تام حدث اول. 9 don't worry ما تقلقش. your phone gap by tomorrow morning. by tomorrow morning من تعبيرات المستقبل التام، بس انا عايز اكتب ولا باسف؟ تليفونك سوف يصلح أو سوف يكون صلحة. will have been fixed. will have been fixed دي تعبير active، ده active. is going to be fixed لا، by tomorrow morning يبقى أنا عايز مستقبل تام. 10 this mass is passed down from generation to من جيل إلى جيل. عكس miss fact. 11 the old man was grumpy. الراجل الكبير ده مقفقف as he had missed the train. فاتوا القطر. grumpy means furious يعني غضبان جدا. 12 the rate at which goods are produced. المعدل اللي بيه البضائع بتنتج and the amount produced والكمية اللي بتنتج especially in relation to the work time طبقا لساعات العمل وقت العمل والفلوس needed to produce them called. ده تعريف كلمة productivity. ده تعريف كلمة productivity يعني الإنتاجية. 13 the youngest son الابن الأصغر usually have a special place ليه مكان خاص in the heart of the family في قلب العيلة. 14 we need to get a replacement. ده collocation متلازمات لفظية to find إن يجد بديل للطاقة الغير متجددة بسرعة على قدر الإمكان. which of the following do you need to apply for a job. إيه اللي محتاجه عشان تنضم لوظيفة؟ home address، بيولوجي سيرة ذاتية، اوتوبيوجرافي، ولا كوريكولم فيتا؟ سي في، السيرة الذاتية اللي هو السي في اللي بنقدمه قبل البدء في الشغل او التقديم للشغل.
which sentence must be ended with a full stop. انهي جملة في دول المفروض تنتهي بنقطة؟ why؟ لا، دي المفروض دي علامة استفهام مش نقطة. she wondered why I had، ايوه هي دي النقطة. what a fashionable dress، لا. how great، لا. يبقى هي بي اللي تنتهي بالفول ستوب. which sentence is incomplete؟ انهي جملة دول غير مكتملة؟ اللي chief cooked lunch، طبخ الغداء. the bus broken down، الاتوبيس تعطل. fortunate، لحسن الحظ. he uninjured، لم يصاب. the house collapsed، لحسن الحظ he uninjured. هي دي الغير مكتملة المعنى. fortunately he uninjured. طب باقي جملة فين؟ the house البيت انهار، صح. the bus broke down، الباص تعطل، صح. the chief cook، صح. يبقى هي سي الغير مكتملة. يلا بقى على القطعة نقرا الأسئلة الأول. طبقا للقطعة تشارلي شابلن عارفينه، راجل مشهور جدا، ممثل. was can compare between the American government and the British government، قارن بين الحكومة الأمريكية والبريطانية. if Charlie hadn't traveled، لما كان سافر أمريكا he 21 infer what would happen، استنتج ايه اللي هيحصل if تشارلي تشابلن had come from a rich، لو كان جه من عيلة غنية. how did Charlie Chaplin develop the idea of Trump؟ اللي هي طريقة تمثيله كده، كان بيمشي بشكل مختلف كده، وكان يعمل حركات كده بالطاقية بتاعته يعني. the best sentence، أفضل جملة that can summarize the first paragraph، تلخص الباراجراف الأول، يبقى لازم نقراه كويس. تمام. طيب طبقا للقطعة تشارلي تشابلن became famous as an actor in America. the best subtitle for the passage، العنوان المناسب للقطعة. تعالوا بقى ايه، في أسئلة تاني؟ لا. يبقى هي بتحكي عن تشارلي تشابلن أكيد طبعا. تعالوا نشوف حكاية الراجل العظيم ده ايه بقى. In 1991 Charlie Chaplin a penniless music hall artist، يعني كان في الأول ممثل موسيقي كده، ساب انجلاند فور امريكا، الى امريكا. his future was uncertain، مستقبله ما كانش معروف. but he believed it couldn't be unhappier، بس هو قال ما ينفعش ابقى مش مبسوط than his past، عن الماضي. he had grown up، كبر in a slums، في عشوائيات of London. his mother's life، حياة أمه وصار كانت صعبة، عند جوت مات واتجننت. his father died of drink، أبوه مات من كتر الشرب، الخمور يعني. his parents hoped to be stars، أبوه وأمه كانوا يتمنوا هم يبقوا نجوم. their son was determined to succeed، ابنهم أصر إنه ينجح. where they had failed، بينما هم فشلوا في ده. by 1914 Chaplin was famous، اتشهر في أمريكا. he was the king of silent movies، كان هو ملك الأفلام الصامتة. how did he reach the top of the film world؟ he began to develop the character the tramp، ستايله هو أسلوبه يعني، that is connected with his name. he borrowed ideas from many sources، خد نهجه ده من مصادر عديدة. he used his bowler hat to signal secret messages and his walking stick allowed him to cause confusion and punish his enemy from a distance. he got the idea of his famous fat-footed walk from London taxi driver who had sore feet. inside the tramp's closes the audience saw a human being who was poor، كان فقير but dreamed of being rich، حلم بأن يبقى غني. the audience would be moved by this، تحركوا من هذا المنطلق. but before they had time to reach for their handkerchiefs Charlie feet would get in the way and make them laugh instead. Charlie was the master of mime and as an acrobat he used to perform dangerous stunts. in 1919 he performed his film and wanted to write about his experiences in the kid. Chaplin remembered his fear and unhappiness when separated from his mother. on a visit to Britain، وفي زيارة لبريطانيا the American government refused، رفضت to give him re-entry visa، إن تدخله تاني. and he stayed in Switzerland، وقعد في بريطانيا. aged 86، لما جاب 86 he went to
Buckingham to be knighted by the Queen. يلا بقى نمسك الأسئلة نحلها سؤال سؤال. يلا بينا السؤال الأول. According to the passage طبقا للقطعة تشارلي تشابلن was dependent and satisfied with his life راضي بحياته ashamed of himself determined طبعا مصر وعنده عزيمة قوية. Number 19 compare between the American government and the British government مقارنة الحكومتين ببعض. البريتش government honored Charlie but the American one didn't. أمريكا رفضت. 20 if Charlie hadn't traveled to لو ما كانش سافر لأمريكا he would have changed his career, wouldn't have gained fame, he would have defeated his enemies, he wouldn't have gained fame. ما كانش اتشهر الشهرة دي. and for what would have اللي كان هيحصل لو تشارلي تشابلن had come كان جاء من عائلة غنية ايه اللي كان هيحصل؟ طبعا he would have been suspected ولا he wouldn't have ما كانش ناضل عشان يبقى successful يعني ناجح. How did Charlie Chaplin develop the idea of a tramp? He got ideas حصل على من many sources مصادر عديدة and used his head to convey secret messages. 23 The best sentence that can summarize the first paragraph. The audience got bored of Chaplin. Charlie's parents were very successful despite his birth. Chaplin was keen. طبعا بالرغم من فقره أصر على النجاح. 24 According to the passage Charlie Chaplin became famous as an actor in America within few years في سنوات قليلة جدا. 25 The best subtitle of the passage Charlie Chaplin and his fame. Charlie Chaplin in adventures the American government was and then Charlie's parents. لا طبعا Charlie Chaplin and his fame. Chaplin وشهرته. تعالوا بقى ناخد القطعة الثانية نقرا الأسئلة برضو. Floods can benefit people by الفيضانات بتفيد الناس by the Aswan Dam as well as Thames barrier is the central idea الفكرة الرئيسية of the passage is floods are chemical fertilizer and the chemical insecticide are gapped to post people and the soil. According to the passage, walls are sometimes built along the sides of river too. The need for building dams will increase in the future because of the احتياج بناء الدامز ده بيزود in the future بيزداد في المستقبل بسبب ايه؟ the Thames barrier اللي هو حاجز السامز is raised when the Aswan Dam was mentioned in the text too. طبعا بيحكي عن السدود وما الى ذلك. تعال بقى نبص ونشوف. in many في دول كتيرة rivers that cause floods الأنهار اللي بتسبب فيضانات have to be controlled لابد أن يتحكم فيها. there are many ways of doing this including building walls along the sides of rivers so that they don't flood even when the water level rises غير لما بترتفع نسبة المية. in some places بعض الأماكن lakes are created next to البحيرات اللي بتبنى جنب الأنهار. when the level rises the water runs into the lakes تجري المياه على البحيرات دي instead or into the streets of the town بدل ما تروح للمدن والقرى. اللي عارفوا الكلام ده المدن اللي جنب النيل لما كان بيفيض كان بيغرق كل المدن اللي جنبيهاش. تمام. طيب in other places في أماكن تانية dams have been built بنيت السدود عشان تمنع rivers flooding. the Aswan Dam is a good example of this. it has saved Egypt from floods for years. in London the British capital العاصمة many areas are below the level of the Thames River which means that the city has to be protected from possible floods. to do this a huge metal wall بنيت حائط كده معدنية called the Thames barrier was built across the river. usually this stays open on boats can pass up the Thames to London
or down the river to the sea. If the water in the river rises to dangerous levels, the wall can be raised. ترفع الحيطة دي. Between 1982 when it was finished and 2009 the Thames barrier was raised over 100 times. Venice in Italy has the same control system. We usually think of floods as bad, and there are many examples of floods which have destroyed town, cities and farmland, but floods can be benefit people. ممكن تبقى مفيدة. In the past, for example, Nile floods خلى الأرض الزراعية تبقى خصبة for farmers. The lack of the rich mud brought out by the floods has obliged the farmers to use increasing amounts of chemical. يعني لما كانت المياه بتفيض ده كان بيعمل خصوبة الأرض، ومنعها خلى إن الفلاحين بيستخدموا كميات كبيرة من الأسمدة الكيميائية والمبيدات الكيميائية which surely have bad effects on post people. لها تأثير سيء على الناس والتربة. Floods can benefit people. بتفيد الناس by making agriculture land fertile. بتخلي الأرض خصبة. 27 The Aswan Dam as well as the Thames barrier was built across the river عبر النهر. 28 The central idea of this passage floods are sometimes beneficial. أحيانا بتبقى مفيدة. طبعا sometimes. 29 chemical fertilizers and chemical insecticides are to post people. طبعا ضارة. المبيدات دي ضارة. طبقا للباسج walls are sometimes built along the sides of river too. عشان تعمل ايه؟ keep water in the river. تخلي الماء جوا النهر عشان ما يفدش. The need for building dams will increase in the future because of floods of the river. فيضان الأنهار. الاحتباس الحراري اللي هيعمل حاجات كتيرة. The Thames barrier is raised when the water level is high. لما منسوب الماء بيعلى. The Aswan Dam was mentioned in the text too عشان نؤكد أهمية بناء السدود. طبعا. يلا بقى ننتقل إلى إيه؟ السؤال الخاص بالإيه؟ بالترجمة. مجدي يعقوب the legendary heart transplant surgeon has been awarded many prizes locally and globally. لقد منح جراح القلب الأسطوري مجدي يعقوب العديد من الجوائز محليا وعالميا. منح مجدي يعقوب هي مضارع تام. الأدق طبعا لقد منح هي الأدق. منح مجدي يعقوب جراح القلب المفتوح. لا ده ليجندر الأسطوري. قد منح مجدي يعقوب جراح القلب الأسطوري العديد من الجوائز للأطباء. لا منح مجدي يعقوب العديد من الجوائز لجراح القلب لجراحة القلب الأسطوريين. لا هي ألف. اللي بعديها Unity and cooperation are the necessary qualities which we need to succeed in our national objects. national يعني ايه؟ قومي. التعاون والتوحد. في حاجة اسمها التوحد. التعاون والوحدة مش هما صفتان دولتين اللتين تحتاجهما للنجاح في الدولية. غلط. التعاون والاتحاد هما الصفتان الدولتين اللتين تحتاجهما للنجاح في مشروعاتنا الدولية. غلط. التعاون والاتحاد هما الصفتان الدولتين اللتين نحتاجهما للنجاح في مشروعاتنا القومية. صح عشان القومية. اللي بعده لا تتوقع نجاحا دون صعوبات أو سعادة دون ألم أو مكسبا بدون خسارة. إنها الحياة اقبلها أو ارفضها لكن لتعيشها يجب أن تفهمها. Don't expect success without hardships, happiness without pain, or winning without loss. It was life. إنها مضارع مش ماضي. يبقى احنا ايه مش معايا. B. Don't expect success without hardships, happiness without pain, winning without loss. It's life. Take it or leave it. But to live it, you should understand it. جميلة جو الترجمة دي. Don't expect success without hardships or happiness without pain or winning. لا loss مش يعني خسارة، دي يخسر دفاع. يبقى A و C مرفوضين.
تعال نشوف دي. Don't expect success without hardships or happiness without pain. Winning without loss. It's life. Take it or leave it. But to leave it. يا ابوي بص الفرق بين بي علامات الترقيم. بط هنا علامات ترقيم صح. بص في دي. بط محطوطة ازاي؟ بط ما ينفعش يجي بعدها الكومة كده. تمام، يبقى هي مين؟ هي بي. طب ما بط هنا جاي بعدها الكومة؟ لا ده قبلها. but to live it. تطورت الرياضة النسائية على مستوى الهواة والاحتراف. woman النسائية woman المفروض لا. have developing غلط. هي المفروض have developed. نفس الكلام developing غلط. طب خش بقى ما بين سي ودي. female sport is developed for amateur and professional level. women's sports levels وليفل. تعال نشوفه عايزها مفرد ولا جمع. على مستوى. مستوى لا يبقى مفرد، يبقى انا عايز ليفل بس، يبقى هي سي. اللي بعده القصة بقى. تعال ناخد الأسئلة الكريتيكال. If you were Bib لو أنت من بيب would you leave your friends and family behind you to move to a big city to get a better education? Yes. To be successful عشان أبقى ناجح. I should have لازم يبقى عندي some challenges بعض التحديات. I should have some challenges. So I need to take a decision. أنا محتاج أخد قرار. To take a decision. Some brave decision. قرارات جريئة. أو good decisions. قرارات جيدة. To do it عشان أعمل ده. ده إجابة السؤال الأول. If you were Ms. Havisham, would you take your revenge on men or try to do good and forget the past? I should forget the past. لازم أنسى الماضي. I should forget the past. ليه؟ I shouldn't cry. ما ينفعش أبكي. I shouldn't cry on the spilt milk. ما ينفعش أبكي على اللبن المسكوب. I should put the past over my head. أحط الماضي ورايا. And open a new page وأفتح صفحة جديدة. Write an essay عن tourism is one of the most important. السياحة واحدة من أهم المصادر of national aid الدخل القومي in Egypt. هتعنصر وهنشوف الناس في السنتر هتحلوا ازاي وهنقيم الإيساي وهنشوفه عملي. أهلا بيكم في General Test 3 الامتحان الثالث. Choose the correct answer from A, B, C or D. We powered the bike. بنقوي العجلة by a small engine بمحرك صغير to يمنعها يوقفها يزيلها. ما عنديش غير سبلاي عشان يزودها بالطاقة. بعتمد على استبعاد التلاتة عشان اعرف احل. Number 2 the writer revised what he got before وعندي ماضي بسيط عايز قبلها حدث اول ماضي تام موجود had written. يبقى the writer revised what he had written اللي كتب before it قبل ما ينشر. يبقى كتب الاول وراجع بعد كده published it. 3 while جاب home the car's tire burst. العجلة بتاع العربية انفجرت. while بيجي وعديها ماضي مضارع مستمر. لو هنا مستقبل مستمر. the car's tire burst انفجرت ده ماضي. driven تصريف تاء drove لا يبقى هي بي. I was driving حدث مستمر ماضي مستمر. can you give me gap box. تمام. on the shelf over there. can you give me الجملة غير مباشر متحولة يبقى لا this ولا these. يبقى يا ذات يا زوس. بوكس جمع يبقى زوس. جملة حلوة أوي الجملة دي. 5 Mr. Hani Gap teaches us English is always helpful. teaches فاعل. 2 مستبعدين لا whose ولا whom. هم تتبع بفاعل وwhose تتبع باسم.
طيب هو لا ذات الاثنين صح. الكوماز ما ينفعش استعمل ذات لان الكوما تقرا ذات عامة. نمبر 6. She found her lost mobile under the table. لقت تليفونها اللي ضايع فين؟ تحت الترابيزة. برايم بشكل مدهش. عايزة حال. عايزة حال. 7. She hasn't decided where. ما قررتش where to spend. أين ستقضي her next holiday. Where to spend. أيوة. The traffic was heavy and we moved slowly. that اللي بتتبع بصفة أو حال بس هي so. لأن such صفة زائد اسم. to لا. enough لا. He was imprisoned. سجن although he didn't commit the crime. بالرغم ان هو ما ارتكبش الجريمة. بالرغم ان هو ما ارتكبش الجريمة. 10. after the car gap we will travel at once. after the car بعد العربية معرفش ايه. we will travel at once هنسافر في الحال. after the car we will travel هنسافر. نفس الكلام after بيجي بعديها مضارع بسيط او مضارع تام وبعد كده مستقبل. يبقى انا هنا عايز مضارع بسيط مضارع تام. طب في الاثنين في واحد بس. بعد العربيه has been repaired مضارع تام وعايزه بس. 11. have you ever got someone to clean your flat. السببيه to يبقى have ولا got. ده الفرق بين have و got في السببيه. make مفعول مصدر بس ما تنفعش. done لا. had كان المفروض يجي مصدر يبقى انا ما عنديش غير مين got. 12. before entering your flat قبل ما اخش شقتك. تمام. before entering your flat take up your shoes. قبل ما تخش شقتك take off اقلع الشوزة بتاعتك. 13. the teacher held up his hand to silence the students. المدرس عمل ايده كده عشان يسكت الطلبة. silence can be replaced by quieten يعني يهدي او يجعله صامتا. كود يعني يهجر ما تنفعش. كوايت دي معناها يهجر. مجدي has got a degree in philosophy from Mansoura University. got حصل على درجته العلمية. دي collocations متلازمات لفظية. 15. أنهي جملة is structurally correctly. everyone has attended the meeting. everyone يحل محلها الضمير زي غلط. everyone have تعمل مفرد. everyone have غلط تعمل مفرد. تعمل مفرد ويحل محل الضمير زي. the topic sentence included in the. topic sentence بتتحط فين؟ في الانترودكشن. الانترودكشن of the essay. تمام. 17. moreover ده conjunction رابط يعني moreover addition رابط اضافه. تعالوا بقى نحل الايه القطع. نقرا الاسئله الاول بعد كده نشوف الباقي. بيقول لي ايه؟ what would happen if we used inefficient appliance. لو استعملنا معدات غير كفء. we could to sum up this عشان نلخص الباسج we can say saving energy. mention the difference between using incandescent lights and نوعين من انواع الاضاءة واللمبات. which of the following is a true statement. أنف دي حقيقية. we can save energy without. هنشوف بس بعد ما نقرا. طبقا للقطعة the energy editors ده اللي هو المصح او المعالج الكهربي اللي بنجيبه في البيت يعمل تشيك على الايه الكهرباء كلها. advise will help home owners بيساعد اصحاب البيوت and renters والمستأجرين too. which of the following can best express the main idea of this passage. أنا من دول أفضل حاجة كفكرة رئيسية للقطعة. double paned windows. double paned windows ده نوع من أنواع الشبيك هنقول لك عليه. طبقا للقطعة an energy editor doesn't. تعال بقى نقرأ القطعة ونفهم اللي فيها إيه كلها. يلا بينا مع بعض. مش لازم طبعا نترجم الكلمات لأنه عارف الأنسين مش بيترجم فيها كلمات. Do you know أنت تعرف that saving energy توفير الطاقة means saving money هو توفير الفلوس. homeowners and renters know this basic fact. عارفين الحقيقة الأساسية دي. but they often don't know what kinds of adjustments ايه الحاجات اللي يعملوها they can make
in their homes في بيوتهم and apartment وشققهم that will result in savings for those willing to spend some time and money to reap long-term energy savings. An energy audit اهو المصحح او المعالج الطاقة اللي انت بتجيبه is the way to go. An energy auditor will come into your home هيجي لك البيت and assess its energy ويقيم كفاءة الطاقة اللي عندك. The auditor will pinpoint areas of your home that use the most energy and offers وهيقدم لك حلول عشان تخفض الطاقة والتكلفة بتاعتها. Trend energy auditors know what to look for and they can locate a variety of flows. يقدم لك نظام that may be resulting in energy inefficiency including inadequate insulation, construction flows and uneven heat distribution توزيع الطاقة أو الكهرباء. There are quicker and less costly measures that can be taken as well. One way to save money is to replace incandescent lights. تستبدل دي أكيد دي مش الموفرة with fluorescent أكيد هي دي اللي موفرة. This can result in a saving of more money. ال can هي اللي مش موفرة وهيدا يوفرك بنسبة 50% من المانثلي لايتنج كوستس. When it's time to replace all the appliances تستبدل الأجهزة القديمة it's wise to spend a bit more for an energy efficient model and be sure that you are taking advantage of energy saving settings already on your current refrigerator, dishwasher, washing machine or dryer. Windows provide another opportunity to cut down your energy cost. Calc and windows, all the windows that might be leaky to prevent drafts and choose double band windows. If you are building an addition or replacing all the windows, most areas of your home of apartment offer opportunities to save energy and money. The results are significant and well worth the effort. طيب احنا كده قرينا القطعة. تعالى بقى نحل الايه الاسئلة. يلا بقى على الاسئلة. What would happen if we used ايه اللي هيحصل لو احنا استخدمنا inefficient appliances اجهزة مش كفء. We could reduce our monthly lighting costs. Decrease لا increase طبعا. هنزود our monthly lighting costs هنزود التكلفة. To sum up this passage we can say saving energy توفير الطاقة means saving money طبعا. اللي بعده mentions the difference between using incandescent lights and fluorescent lights. طبعا الأولى هي اللي بتوفر اهو. fluorescent lights save energy and money. النوع ده لا مش موفر. 21 which of the following is a true statement. انهي جملة حقيقية؟ تمام. we can save energy with the help of energy editor. الراجل المعالج او المساعد هو اللي بيوفر لنا الطاقة وعايز الترو. 22 according to the طبقا للقطعة the energy editors advice will help homeowners and renters to طبعا هيساعدهم save energy and money. يوفروا فلوس ويوفروا طاقة. Which of the following can best express the main idea of this passage? طبعا the best ways أفضل طرق عشان نوفر طاقة. تمام. أفضل ways to save energy. تمام. اللي بعده double band windows could increase heating expenses, provide efficient energy, only be used in new only لا provide efficient energy تقدم طاقة كفء. طبقا للباسج an energy editor doesn't مش بيعمل ايه؟ مش بيصلح ال inefficient appliances check look for problem offer solution to lower لا طبعا هي fix inefficient appliances بيصحح الأجهزة الغير ايه الغير كفء. تمام. دي القطعة الايه القطعة الأولى. يلا بقى القطعة الثانية نقرا الأسئلة برضو في الأول. If the author wanted to get a scoop of coffee ice أفضل حاجة في الكوفي آيس كريم
where would he or she probably go؟ يروح فين؟ ودي أنواع من أنواع الأماكن اللي هيروحها. if you were concerned about goddess، ده المكان اللي هيروحه. which of the following would make you prefer them؟ if a big number of customers care for the price، لو مهتمين بالأسعار أنهي مكان يروحوه؟ المؤلف بيقول that's long way to go to get coca، so it must be good. using this information we can understand that the author believes that يؤمن إني according to the passage if goddess make more flavors they will sell Gap ice cream. طبقا للقطع how is Randolph Farm's ice cream different from that goddess؟ which of the following would be the suitable title to the passage؟ أنهي أفضل عنوان للقطعة؟ 33 according to the passage what is the only drawback of goddess ice cream؟ يلا نقرأ القطعة. For 2 months لشهرين I have been trying to decide who makes the best ice cream. مين بيعمل أفضل ice cream؟ I have narrowed it down to my 4 favorite manufacturers. 4 اختيارات ليا من أفضل مصنع الآيس كريم. راندولف فارمز، جادز، ديسكو and توينكل. دي الأماكن الأربعة، رادولف وجادز وديسكو وتوينكل. راندولف فارمز makes a very good ice cream. بيعملوا آيس كريم روعة. all natural ingredients بإيه؟ مكونات طبيعية. They have lots of different flavors. عندهم أنواع كثيرة من مكسبات الطعم. I always get coffee flavor. They make the best coffee ice cream. بيعملوا أفضل آيس كريم للقهوة. كوفي هم المتميزين فيها. In the world في العالم. I have never had hot coffee. But people say their coffee ice cream tastes just like the real thing. تحس إنها حقيقية. دي أول واحدة. الجودز المكان الثاني makes excellent ice cream. بيعمل آيس كريم excellent. حلو جدا. Like Randolph Farms, Goddess uses all natural ingredients. They also make 3 different flavors. عندهم 3 مكسبات طعم. Strawberry, vanilla and chocolate. The strawberry is amazing. The vanilla is wonderful. It's a very smooth ناعمة جدا and has a refreshing creamy taste. The chocolate is outstanding. It's made with real coca beans from Bolivia. بيجيبوا مكون من بوليفيا. I don't know where Bolivia is, so I decided to look for it on a map. After hunting a while, I discovered that it's on South America. That's long way, مسافة طويلة to go to get coca, so it must be good. أكيد كويس. It would say that the only draw العيب الوحيد في الجودز الايس كريم is that only 3 flavors. عندها 3 مكسبات طعم بس. ديسكو ايس، الديسكو بقى المكان الثالث is okay جيد مقبول. They don't have many good flavor. ما عندهمش flavors جيدة. Actually the only disco flavor I like of bubble gum. It's vanilla ice cream with little chunks of bubble gum in it. After you eat the ice cream you can blow bubbles within the gum. That's pretty fun. كويس. التوينكل ايس كريم الأخيرة بقى is يعني دي يقول لك mediocre يعني ايه؟ متوسطة. The only good thing about Twinkle is that it's relatively inexpensive. مش غالية. سعرها حلو. You can buy a whole carton of Twinkle ice cream for 50 livre Egyptian. That's only 2 weekends allowance for me. وده مناسب ليا. If the author wanted to get a scoop of coffee ice cream, أفضل كوفي ده فين؟ في الرادولف فارمز. هو قال كده أحسن واحدة في العالم هي. If you were concerned about the goddess, which of the following would make you prefer them؟ ايه اللي يخليك تفضلها؟ الطعم بتاعها. مكسبات الطعم فيها روعة لدرجة ان هو معددها. الفراولة رائعة والفانيليا ما اعرفش ولا الشوكولاتة ايه. If a big number of customers care of the brand. لو مهتمين بالسعر بقى. تمام 28 السعر يبقى مين؟ توينكل. دي المذكورة اخر مكان هو راح شافه. 29 the author writers. That's long way to go to get coca. It must be good. Using this information we can understand that. ده يقول لك ان الحاجات that are hard to get اللي صعب ان انت تحصل عليها must be of high quality. اكيد جودتها عالية. ده حقيقة. طبقا للقطعة 30 if goddess makes more flavor they will sell. كانوا باعوا ايس كريم احسن من رادولف.
according to the passage طبقا للقطعة دي 31. How is Radolf Farm's ice cream different from that the gods؟ ان رادولف عندها many different flavors طبعا، انما هم دول عندهم 3 بس. اللي بعديها 32. Which of the following would be the suitable title to the passage؟ انهي عنوان افضل للايه للقطعة؟ strawberry, vanilla, chocolate and bubblegum 2. The 4 top ice cream manufacturer in the world. The finest ice cream in the world. Picking the best ice cream manufacturer. لا طبعا الأخيرة 32 الأخيرة. الحصول على أفضل ايس كريم مصنع الايس كريم. Picking up طبعا. لأنه ما قالش إن الطب دول. اللفظة دي لم تذكر. ونتأكد تاني فوق كده 32 الأخيرة. تعالى كده نرجع. my four favorite ما قالش الطب. صح كده الإجابة. آخر واحدة 33. 33 طبعا. according to the best طبق القطعة what is the only drawback of God's ice cream؟ نقص الفلافرز، نقص من المكسبات بتاع الطعم أو نكهات الطعم. تعالوا بقى للترجمة نركز مع بعض. translation بيقول لك ايه؟ livelihood is not merely money but it can be in health and peace of mind. بيقول لك ايه بقى؟ التمتع بالصحة وسلامة العقل هما نتيجة امتلاك المال. ده عكس اللي بيقوله. الحياة هي فقط المال، يعني الحياة ليست مجرد مال ولكنها يمكن أن تكون في الصحة وراحة البال. صح. لا سبيل العيش بدون المال، لا. يبقى هي جيم. يبقى هي مين؟ جيم. اللي بعديها exhaustive fumes can damage not only our health but also the environment. يمكن العودة أن تدمر ليس فقط الصحة لكن أيضا البيئة. صح طبعا. للأبخرة كله ده غلط. اللي بعده تسعى الحكومة بكل ما تملك من إمكانيات لتوفير الاحتياجات الرئيسية لجميع المواطنين. The government with all its capabilities seeks to save غلط. The government with all their capabilities exert great effort to save. بص هو في كلمتين الأدق هنا provide ولا save؟ لا الأدق طبعا provide. The government with all its abilities does its best. طبعا its abilities does its best to provide the basic needs for all citizens. الأدق طبعا هي دي عشان في الجملتين جاب سي وأنا لمحتهم بسرعة. اللي بعد كده اكتشف العلماء أن مناعة الإنسان تقل عندما يكون واقع تحت ضغط كبير. The scientists discovered that man's immunity decreases when he is under strong stress. طبعا هو بيقول علماء هناخد زي فلا بي تنفع ولا سي تنفع. طب the scientists discovered that immunity declines when we are under a large stress. لا هي ايه طبعا. تمام. نشوف بعد كده النوفل. I have to tell you that Pep has great expectations. He will receive a large amount of property in future, said Mr. Gaggers. If you were in Pep's place, would this large amount of property in future be your greatest expectation؟ لو انت من مكان بيب هل كمية الفلوس او الكبيرة دي No. What this large amount of property in future will be? No. There are a lot of things are more valuable أكثر قيمة than من properties الممتلكات.
like values القيم principles المبادئ and so on إلى آخره. In your في رأيك did Pip want to have a better life just because he was ambitious؟ لا. كان في سبب تاني to marry عشان يتزوج استيلا as he loved her لأنه حبها وكان من ضمن طموحاته إنه يتجوزها. اكتب عن أهمية being bilingual إن يكون معاك bilingual لغتين. طبعا هتعنصر وتكتب وهنشوف الكلام ده عملي في التستس دي اللي انت هتنزل تمتحنها فين؟ في السنتر. كده احنا خلصنا الامتحان العام الثالث. سي يو اشوفكم على ألف خير. جود باي.